للأسف وبعد تشريح جثة مها دبوبي تبين أنه سبب الوفاة مش سكتة قلبية كما تصورنا في الأول، لكن نتيجة اعتداء عنيف. في البداية كيفكم الناس الكل توقعت أنها وفاة طبيعية، أما الحقيقة طلعت موجعة برشا. تم إيقاف شخص يقولوا أنه من جنسية فلسطينية على ذمة القضية، والتحقيقات ما زالت متواصلة. احنا اليوم واجبنا ما نسبقوش الاحداث ونستناو الحقيقه كامله. مها الله يرحمها كانت انسانه طيبه تحب الخير وتدافع على القضايا العادله، وكان عندها حب كبير للفلسطينيين، وهذا موجود حتى على حسابها الرسمي على الفيسبوك. به اليوم نحب نوجه نصيحه من القلب وبالاخص للتوانسه اللي في الغربه. اختي، التعاطف حاجه انسانيه، أما التعاطف ما يعنيش الثقة العمياء، وكونه إنسان فلسطيني أو سوري ولا من أي جنسية أخرى ما يخليكش تسخف عليه وتتخيله فارس الأحلام المغوار. ولهنا عندي سؤال محيرني للجماعة اللي تشوفوا فيهم أبطال ومظلومين خاطرهم فلسطينيين ولا سوريين. كيفاه إنسان يقول يحب بلاده وبلاده في حالة حرب وهو يخلاها ويهرب؟ الحرب راهي تكشف كل شيء، تكشف الرجال اللي بالفعل ومش بالكلام. فما شكون اختار يصبر ويدافع، وفما شكون اختار يهرب كالجبان باش يمنع روحه، وهذا اختيار شخصي. اما ما تردهولناش بطل، خاطر الابطال اهوكم في بلادهم ملقين صدوراتهم للكرتوش. اللي تشوفوا فيهم في اوروبا هم مجرد جبناء، بلادهم ما لقيتش فيهم الخير خلاوها وهربوا، اما قاعدين يستغلوا في بلدانهم باش يكسبوا قلوبكم ويستعطفوكم ويقربوا منكم اكثر. الرجولة عمرها ما كانت ورقة هوية، الرجولة اخلاق، افعال ومسؤولية، واللي قدامك يتقيم بتصرفاته، احترامه وطريقة تعامله، مش بالحكايات ولا بلغة الشفقة. رد بالك، احمي روحك وما تخليش قلبك يسبق عقلك، وخذ وقتك، اسأل، اتأكد. وأي إنسان يحاول يضغط عليك عاطفيا باسم القضية هذا وحده علامة خطر. القضية الفلسطينية قضية حق، وما زلنا مساندينها، وما زلنا مع كل إنسان شريف يدافع على أرضه وكرامته. أما هذا ما يمنعش أنه نكونوا واعيين وحذرين في حياتنا الشخصية. ربي يرحم مها ويصبر أهلها، وربي ظهر حقها، وإن شاء الله قصتها تكون درس، لأنه حبها لفلسطين كلفها حياتها.